صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد انقطاع دم حبة حلوين، يمكن دخلنا في سنة أو حاجة زي كده، مبنزلش أي فيديوز طويلة على اليوتيوب أو كده. قررت إن أنا أعمل كامباك ونرجع من جديد بأي حاجة نقدر نرجع بيها. فلوج بسيط صباحي، يوم عشوائي أوريكم فيه الزرع وتأكيل حيوانات. يلا بينا نبدأ. وقبل ما نبدأ اعمل فولو واشترك في القناة واعمل لايك واعمل أي حاجة حلوة. تمام، لسه بنبدأ كده بس نحاول نعمل كامباك، يعني شوية دعم عشان نستمر. أنا ما نزلتش حاجة بس عشان أستمر في إن أنا أنزل، يعني إن شاء الله بعدين. أول حاجة عملتها يا جماعة الصبحية كده إن أنا حطيت أكل للشباب دول. ده دريس أو برسيم، هي يعني فوائد كتير أوي ليهم، سواء الجيني بيج أو الأرانب تاكلهم. دلوقتي هروح أعمل لهم المية بتاعتهم إيه، هروح أحطها لهم وأجي. بصوا شكلهم جمال إزاي يا جماعة، ما شاء الله. ده الأرنوب الحلو ده عمال بياكل اللي هي بتاعه الدريس، وده الغينيا بيج الامبوستر اللي فيهم وحيد، وده عمال مشغول ورا بياكل في الأكل بتاعه. الكابتن الحلو ده عمال بيشرب مية عادي جدا. اليومين دول الجو حر، بس الصبح كده الجو تراه حلو صراحة يعني. ف والله كده يا شباب، تمام بليز. السيستم بتاع التربية بتاعي يا جماعة مع الشباب دول إن أنا بحوط المكان كله بخشب، وتحت بستخدم نشارة الخشب عشان تمتص أي رطوبة وبتاع، وبغيرها بشكل دوري يعني. خلصنا يا جماعة من الأرانب والغينيا بيج. هنيجي دلوقتي عند الزرع الجميل بتاعنا ده، إن شاء الله شايفين جهنمية وحاجات كتير يعني. هنبدأ دلوقتي إن أنا أروح أجيب لهم المية عشان نبدأ نسقيهم. جبت المية يا جماعة زي ما انتم شايفين. المايك كان عليه نويز كانسليشن، شلت النويز كانسليشن علشان نسمع زقزقة العصافير. صراحة أحلى حاجة في الدنيا تبقى صاحي كده تسمع زقزقة العصافير، تمام. أحلى حاجة في الدنيا صراحة يعني، بجد أحلى حاجة في الدنيا إن الشخص يكون صاحي بدري. وأنا مش صاحي بدري للأسف يعني، أنا مطبق، بس ادعولي إن أنا أصحى بدري يا جماعة. ده ريحان، دي ذرة، زارعين كده واحدة ذرة كده، نشوف هتنجح ولا لأ. ورد الجوري، والجهنمية دي بتتساع من هنا كده. في نعناع برضه زارعين، لسه زارع نعناع. لسه في تطورات محتاج أعملها كتير، بس ما شاء الله. صلي على النبي كده وأنت بتتفرج، صلي على النبي واديني حسنات. ده جرجير يا جماعة. ورا في نعناع، في نعناع everywhere هنا صراحة، كل حتة فيها نعناع. وده فل، وده ياسمين بلدي بس شكلها نشفت، هنجيب غيرها. بس موضوع بسيط جدا، بس الصراحة بتحس الحاجات دي كلها بتديك طاقة أصلا لحياتك، تخلي حياتك تديها متعة كده وتضيف لها حاجة كده. حاجات حلوة وتحفة بجد. في كوكتيل، تمام، أنثى عايز أجيب لها ذكر، ما شاء الله كويسة. هي راقدة على البيت بس البيت فاضي يعني، راقدة هنا على البيت بس إيه، بس البيت فاضي. عايز أجيب لها ذكر كويس. وهنا الزبرة برضو، هي الزبرة. وده الورود والحاجات الحلوة. كمان بص على الحلوين دول يا جماعة، بص ما شاء الله، كل واحد بقى عايش في عالمه وكوكبه. حاجات كده كيوت وحلوة ما شاء الله تبارك الله. على فكرة ده أحسن وقت تحط فيها أرنب، أكل الأرانب دلوقتي، ونبعد عن فترة الذروة اللي هي الظهرية وقت الحرارة. ده أحسن وقت نحط فيه أكل الأرانب والغينيا بيج والحيوانات اللي بتكون بره، تمام، خارجية، لو أنا ربيها حيوانات خارجية، تمام، أو عامة في الحر. ده أحسن وقت الصبح بدري والغروب. ماشي، سلموا على المتابعين يا جماعة، قولهم هاي متابعين، قولهم هاي، سلموا على المتابعين. يلا سلام عليكم. عامة اعملوا فولو علشان شوفوني وانا بجيب زبرة جديدة، واجيب ادور على ذكر كوكتيل كويس للأنثى الحلوة دي. وهنا قفص فاضي وهنا قفص فاضي، وده برضو 3 أقفاص فوق بعض فاضيين. شوفوا هنعبيهم ايه. عملنا في الكومنتات اقتراحاتكم يا جماعة عشان نجيب حاجات هنا، تمام، حاجات تبقى شكلها حلو، صوت حلو. هنا بقى يا جماعة المكان المفضل، مكان انتاج الهامسترات بتاعتي. عامة دول خلاف الجديدة وكده. امبارح نضفت لهم، تمام، وصورت فيديو هنزله على التيك توك، تمام، ان شاء الله. بصوا حلوين، اتاكد ان الميه بتاعتهم مليانه، الاكل قدامهم. معلومه بس، بصوا بيدفنوا الاكل، فانتوا مش معنى ان الاكل اختفى، هم دافنينه عادي وبيجيبوه عادي بعدين وبياكلوا زي الفل يعني. ودول هامسترات الروسيه، تمام، زي ما انتم شايفين. دول برضو انتاج بس كبروا شويه، وان شاء الله بنجهزهم عشان يبقوا امهات واباء جداد. دول ولدين ودول 3 بنات، الذهبي جولدن 3 بنات ودول ولاد. واحنا بنشيك يا جماعه عند الحاجات، لقيت بصوا
شايفين ده؟ لازم ناخد بالنا كويس عشان المصاصية اللي زي دي لو عملت الدنيا هتبوظ مننا، وحيوان ممكن لا قدر نفقدها عشان العطش وكده. فعلى طول بنيجي نثبتها، هنسخن الشمع ونثبتها. على ما الشمع يخلص تعالوا معرفكم على 2 من أحب الحيوانات اللي عندي القلب عامة، كوكو وكوكو. يا جماعة أنا بالنسبة لي كنز حياتي هو نشارة الخشب. نشارة الخشب دي بالنسبة لي لما أتجوز وأخلف نشارة الخشب تبقى أغلى من ولادي. ليه؟ لأنها أساس في كل حاجة بالنسبة لي. أنت واحد بتربي حاجة في البيت، فأنت بالنسبة لك نشارة الخشب دي أساس، معلش، عشان الريحة، عشان تنظيف، عشان كل حاجة، تمام، عشان ما يبقاش فيها ريحة. يعني أنا اللي بره دي لولا نشارة الخشب هتزاولني جامد، بس نشارة الخشب بتخلي الدنيا أبسط، ما بتخليش في ريحة خالص. حتى الهمسترات، حتى ده بصوا، ده هتلاقوا في القاع تحت كده في نشارة خشب. بصوا ركزوا، ده كوكو، ده روز كويس عارف مكانه ان شاء الله. بصوا اليف وكتكوت وحلو قوي، ده مفطوم زي الفل. وعندنا كوكو كوكتيل بقى، ده كوكو كوكتيل اصغر حبتين من ده، بس على وش فطام، الريش بتاعه لسه مكملش هنا، بس هنديله مالتي فيتامينز وكل حاجه عشان يبقى طائر محترم. ده لاتينو، تمام. اورنج بلاين، لو عايزين نسميهم اسامي تانية قولوا لنا واكتبوا لنا، تمام. ابعت لنا على التيك توك، على اي حاجه، على الواتساب، تمام. وهيجي لك كوكو لحد بيتك، ايا كان كوكو فيهم يعني، ان شاء الله صحتهم كويسه. تعالى يا كوكو، بص ما شاء الله تبارك الله. يا جماعه بجد الحاجات دي انا لقيت فيها متعه غريبه، يعني سبحان الله. يعني انا دي اول مره اغر طيور، تمام، واربيها عشان تبقى اليفه. طيور ما شاء الله صراحه تحفه، حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا يعني بجد. وطير كده بتتفاعل معاه، مش بس منظر انت حاطه وخلاص، لا يعني حاجه كده بتتفاعل معاها وعايش معاها، في حياه بينكم. يلا كوكو، وانت كوكو طبعا، كوكو ده لسه بتغر، فده انا غريته خلاص، وحطيت له مالتي فيتامينز برضه في الاكل بتاعه. شايفين الشمع سخن خلاص، بس هو يعني بتاع اصلا بعافيه شويه، فاحنا لازم نزقه كده عشان ينزل شمع كويس. هنيجي فوق الفتحه بشويه، يعني نظبطها ظبطه كده محترمه، هنقفل عليه. طبعا لزق في ايدي، اوكي مش حوار يعني. المهم يعني يا جماعه نصبر شويه. طيب اقول لكم بقى دي فكره عشان ننتج فيها الهامستر السوري او روسي عادي، جردل عادي، وبنحط في الهامستر. بصوا ولا تسلم على جماعه، دي بنوته عامه، وكاتب هنا 11 اس 11 سيريان عشان الموضوع يبقى منظم كده. بس الموضوع كان عك الفتره اللي فاتت شويه، بس لما بتمشي كل حاجه منظمه يبقى معاك دفتر محدد الاناث، وعارف دي بتنتج كام ودي مش كام وكذا، عشان تبقى عارف بقى دنيتك، وتبدا تعمل تحسن من الصوره اللي عندك والحاجه اللي عندك، وده في وفي اي حيوان عندك عامه يعني. دلوقتي بدات ارجع الاهتمام بشكل احسن، مالتي فيتامينز رجع ده تاني، مشربيه لمكانها، سقايه، وبس. هو كده تبقى ثبتت. انا شايف ان ده احسن مكان واحسن حاجه ممكن نختم بيها الفيديو بتاع النهارده يا جماعه. اتمنى الفيديو يكون فاتكم باي حاجه. هو فيديو بس فلوج كده، عشان من زمان ما نزلتش حاجه، فقلت يلا ننزل من تاني. دعوات وكده، لو عايزين اي معلومات في اي حاجه او اي فيديو عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هظبط لكم الدنيا يعني. ما تعرفونيش، فانا عبد، طالب طب بيطري. بحب الحيوانات، بحب الطبيعه، بحب الزرع، بحب كل حاجه ليها علاقه بالطبيعه، تمام. يلا تابعوني عشان تستنوا كل الفيديوهات الجايه، وان شاء الله نرجع بحماس وقوه. ادعموا الفيديو، اعملوا اي حاجه حلوه، اعملوا شير ولايك سبسكرايب كومنتات. بس ده كان فيديو بعد العودة، ويلا سلام.